بالطاعة والولاء يتشرف خدام العتاب الشريفة أبناء قبيلة زوفيط في غمرة السعادة التي يعيشها الشعب المغربي بمناسبة ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المضفرة، بتقديم أزكى التهاني وأطيب الأماني المشفوعة بخالص الدعاء وبدوام الصحة والسعادة لسدتكم العالية بالله، معربين عن تجندنا الدائم ووقوفنا وراءكم للدفاع عن الوحدة الترابية وسيادة المملكة المغربية متعلقين دوما وأبدا بأهداب العرش العلوي المجيد. مولانا أعزكم الله، إننا اليوم يا مولاي والشعب المغربي يخلد ذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء المضفرة التي كانت وستظل ملحمة كبرى تجسد أبهى صور التلاحم الوثيق بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي. هذه المناسبة التي نستلهم منها قيم الغيرة الوطنية ومواصلة الكفاح من أجل حماية سيادة مملكتنا الشريفة. إن رعاياكم الأوفياء يا مولاي ليغتنمون هذه المناسبة السعيدة ليعبروا لجلالتكم عن صادق الامتنان لروح مبادرتكم النيرة وللاهتمام جلالتكم المتزايد في بناء صرح الأمة المغربية عبر الأوراش الكبرى التي تسهرون عليها والتي من خلالها يعيش المغرب في عهدكم الظاهر تحولا لافتا وتقدما كبيرا. وإذ نغتنم هذه الفرصة السعيدة لنجدد لجلالتكم البيعة والولاء معتبرين أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم الشريفة للدفاع بالغالي والنفيس عن مقدساتنا الوطنية ومكيدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سير على نهج آبائنا وأجدادنا. أبقاكم الله يا مولاي ملاذا أمينا لهذه الأمة ومنارا يهدي طريقها ويوجه خطاها وحصنا منيعا لسيادتها وعزتها ورائدا القائدا لأمجادها ومفاخرها، وسدد خطاكم وعزز مسعاكم وحاط جلالتكم بالعناية الربانية وجعل التوفيق حليف مسيراتكم، وحفظكم الله في سمو ولي عهدكم الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقته الأميرة الجليلة لاله خديجة، وأن يشد أزركم بصنوكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وشعارنا الخليد قلوبنا معك وأرواحنا فداك والله يرعاك يا مولاي. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. قرر بتغمير يوم الجمعة 13 نوفمبر 2015 خدام العتاب الشريفة أبناء قبيلة زوفيط. وشكرا.